السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض وصفة حلوة وسهلة كلنا بنحبها وبنحب ناكلها مع اي سندوتشات واي مشاوي واي حاجة من ديت بناكلها معاها. طبعا انتوا اكيد فهمتوا وعرفتوا هي ايه. خليكم معايا، هنعملها خطوة بخطوة مع بعض. اول حاجة معانا كوباية مية في طبق، بس الطبق يكون ألموني عشان هنحطه على النار. تاني حاجة معانا معلقتين كبار نشا، هندوبهم كويس قوي قوي مع بعض على البارد كده. بنفس الطريقة دي كده. ثابت معانا اهي بدون اي تكتلات وبدون اي ايه حاجة صلبة في قلبها. مع بعض على نار مفاينة يا بنات، علشان ايه؟ عارفين الألمونيا بتوصل الحرارة. ونقلب مع بعض على نار هادية كده. حبايب البنوتات اللي بيقولوا مش عارفين، انا بقى يعني بسهل عليكم الامور فتعلموها، لان الموضوع مش صعب خالص، الموضوع سهل جدا. بدل ما نروح نشتري الحاجه من بره بقد كده نعملها في البيت احسن، مش هكلفنا كتير يعني. انت عارفه الكلام ده كويس. مع بعض لازم نقلبها كل شويه عشان هي بدات تتقل معانا اهي. زي ما انتم شايفين اهي يا بنات بدات تتقل معانا اهي. ايدك على طول تقليب مستمر. تقليب مستمر لحد ما كل الكمية تربط معانا بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. بس كده كده تدفع عليها النار وتسيبها تبرد. خلاص يا بنات النشا بردت معانا. هننزل بمعلقة توم كبيرة في الخلاط او في الكبة على حسب انت ما تحبين. ماشي. تاني حاجة 3 معالق خل. دي يا بنات التومية السوري على اصولها، بصي ما فيهاش ولا غلطة بقى، بإذن الله هتطلع تمام التمام. 3 معالق لبن. 3 معالق، ده السر بقى اللي مخلاها فعلا تشبه بتاع المطاعم بالظبط. 3 معالق مايونيز اهو، هي نفس طريقة المطاعم بالظبط. ونضربهم كويس. قطعة واحدة. كويس قوي. هننزل عليهم بالنشا اللي احنا عاملينها. وبرضو نضربهم كويس قوي وننعمهم جامد عشان التوم اللي احنا ايه حاطينه. التوم لازم يكون مفروم. بالشكل
اللي انت شايفاه ده. نعمي كمان. فرمت معانا شويه اهي، هننزل عليها بشويه ملح عشان نطعمها. واخر حاجه اللي هو الزيت، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت. رفي المقادير كويس عشان تطلع مظبوطه معاك. وتضربي بقى. شوفي يا بنات التوميه معانا طالعه ما شاء الله، لوحه فنيه زي ما بقول، ناعمه جدا اهي، تتحدث عن نفسها، وطعمها تحفه خيال. جربوها وان شاء الله هتعجبكم ومش هتندموا. بدل ما تروح تشتريها بقد كده وشويات، ولا تشتري مايونيز جاهز ولا الحاجات دي اهي، اكنها كريمه مش توميه. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا على قلوبكم. ان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. ما تنسونيش تشتركوا في القناه وتعملوا لي اعجاب، لايك يعني، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.